بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنبدا معاكم باذن الله برج الدلو ان شاء الله. طبعا احنا ان شاء الله الفتره ديت برج الدلو، احنا طبعا في شهر 8 شهر اغسطس. عندك ما شاء الله ما شاء الله طاقتك جميله بسم الله ما شاء الله، وهوريكم برضو اثبات ان شاء الله بالفنجان باذن الله. نسمي كده الفنجان الطبق بتاعك مش ظاهر في اي حاجه، هو الفنجان هنقول اللي ظهر لك في الفنجان. بسم الله. اول حاجه عندك برج الدلو، طاقتك ان ما شاء الله ما شاء الله بالنسبه للعمل يا جماعه ما شاء الله عليك. الطاقه عندك جميله، يعني الرزق عندك بسم الله ما شاء الله واسع الفتره القادمه ان شاء الله. عندك انفراج اللي هو سكه طريقك كله ما شاء الله مفتوح الحمد لله. جاي لك رزق اخر الشهر ده، يعني انت كنت منتظر رزق او حاجه، يعني في مبلغ من المال. فالحمد لله اليوم اللي هو على اخر شهر اغسطس اللي هو على يوم 22 او يوم 27 مش يعني في خلال اللي بعد 20 في الشهر هيجي لك رزق ان شاء الله، يجي لك مال ان شاء الله. يعني هو مش كتير قوي بس حلو، يعني انت كنت منتظر المبلغ ده ان شاء الله تعالى. ده بالنسبه للعمل طبعا. وعندك طبعا يا برج الدلو، وعندك طبعا كمان بالنسبه للعمل كمان في حد يعني ايه اصحابك في العمل يعني بيقلدوك، يعني عايزين يبقوا حاجه، يعني نفسهم ان هم يبقوا زيك، او زي اللي بيقولوا ايه بيحقدوا عليك، زي اللي حاقدين عليك او حاجه. يعني انت ادرى طبعا هم عاوزين منك ايه يعني في حياتك، هم عاوزين منك ايه ما تعرفش يا برج الدلو. عايزين يخشوا حياتي في ناس كتير، او في اي عمل انت متاح لك، في اي عمل اي مجال المجال بتاعك اهوت. في عندك ليك اعداء يا برج الدلو. طبعا لو مفيش اعداء في اي حد يبقى انت كده ماشي طريقك مش مظبوط. طبعا لما تكون انت ليك اعداء طبعا تبقى انت ايه كده ماشي صح تمام. ويا رب لكل ما يكونوا اعداء النجاح دولت اهلا بيهم، يعني احنا قدها وقدود. وبرج الدلو بقول لك احنا قدها وقدود ما شاء الله عليك، بيسد برج الدلو سداد في اي حاجه تمام. وعندك كمان برج الدلو ان شاء الله ان شاء الله عندك برضو زي ما انا قلت فرحه في قلب دارك ان شاء الله. نبدا بقى الافراح بقى والحاجات الجميله ان شاء الله الفتره القادمه دي ان شاء الله. عندك طبعا عندك فرحه حلوه ولا فرحه مولود، عندك حد قريب ليك هيولد، يعني في حاله وضع الايام اللي جايه ان شاء الله، انتظار مولود جديد في العيله يعني ان شاء الله تعالى في خلال اليومين اللي جايين برضو. قبل انت ما شاء الله البرج بقول لك جاي لك شويه افراح وحاجات حلوه بالنسبه للشخص اللي هي عندها حاله الولاده دي عزيزه عليك جدا، حد مقرب ليك جدا. انت في مقام ابوها او في مقام والدتها تمام. بالنسبه لحاله الولاده دي حد قريب قوي قوي ليك، يعني انت خالها يا عمها كده يعني. وعندك كمان ما شاء الله كمان برج الدلو، وعندك استنى ما نقرب الفنجان عشان الناس بتحب تتريق. اما حاجه لما نوصل هنا تقولي صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واللايك يا جماعه عشان لايك بيرفع الفيديو بالله عليك فضلا وليس امرا، ان المشاهدات الايام دي مش عارفه مش عجباني خالص. تاني حاجة انت طبعا بالنسبة اللي احنا قلنا للعمل والفرحة ان شاء الله جاية لك بإذن الله. بالنسبة بقى للشريك طبعا يا برج الدلو، انت عندك نفور من الشريك الفترة دي، يعني انت عندك كان في مشاكل كتير من الفترة اللي فاتت، تحس ان انت ايه مخنوق مش طايق العيشة ومش طايق الدنيا، طاقة ايه مقفولة عندك، مش طايق الدنيا كلها كده. بس انت يعني الحمد لله الحمد لله انت بدأت عندك ايه اللي هي الحكاية يعني ايه برود في المشاعر، ما تزعلش مني. اللي هو ايه لا مبالاة، عيشة والسلام. فاهم ازاي؟ انت عندك الفترة دي قاعد مقضيها كده، اللي انت عايز ايه اللي هي الحاجة عيشة وخلاص. لا ما ينفعش كده يا برج الدلو، لازم تحزم قرارك. بلاش نصيحة مني كمان، بلاش العلاقة الثلاثية، نصيحة مني، لانك انت دايما متورط في علاقات ثلاثية ودايما بيخذلوك. والله في سمام حد واقف معاك من اللي انت قاعد عاملهم من العلاقات دي، صدقني كل ده في الفاضي. الله والله ما حد هتلاقيه واقف جنبك، كل واحد عايز ياخد منك على قد ما يقدر يا برج الدلو ويسيبك. صدقني انا مش هقول كتير الموضوع ده لان انا بجد دايما بظهر لك. شفت يا برج الدلو عندك ايه اهو، مش قلت لك مولود اهو، شايفه
اهو والله ما بهزر، فنجاني عمره ما بينزل الارض اهو. ده المولود اهوت لحد شيء اهو، حد قريب ليك اهو، وانت اهوت. بس انت يا برج الدلو في منكم عنده طاقة حسد، محسودين قوي قوي قوي، في مشاكل في البيت بسبب الاولاد طبعا، او في حاجة عندك دايما طاقة اهي شايفينها. وطبعا الست الجميلة البومة العسولة اللي دايما قاعدالنا، اللي ربنا يسهل ونرتاح منها، من جار السوي يرحل يجيله مصيبة تاخده على اللي بيقولوا. موجود هنا اهو. حاطة عينها على بيتكم طبعا، محوطاكم ما شاء الله، مش عتقاكم، ولسانها في بق الجيران وبق كل واحدة شوية، مبطلش نقل كلام. العصفورة، الصورة الجميلة اللي دايما موجودة اهو، تمام. قاعدة مستنظراكم وقاعدة على بابكم ومتريحش نفسها. ارجوك يا مدام شوفلك حتة تانية، ارحمينا، تعبتينا نفسيا وبدنيا، تمام. يا ريت تحذروا منها يا جماعة. كمان في حاجة تانية كمان اهو، انت يعني هما بيعملوا لك حاجات اهو كتير كتير، بوقعوك اهو في مشاكل اهو كتير اهو. اولا اهل الشريك فيهم واحدة وسلفك او سلفتك، هو في حد يعني منهم، او مش يعني انت ربنا رزقك بطريقه خير، وربنا بيرضيك على طول، يعني بيطلعك من مأزق لمأزق يعني، بس الحمد لله ربنا بيطلعك منهم على خير. بس انت يعني ايه، هم عايزين يعني كده لك كده، بيحبوا يغزوك يعني. بس انت نصيحة مني، اعمل نفسك طنش، او اعمل نفسك مش واخد بالك، نصيحة مني يعني. الطناش احسن حاجة يا جماعة في الموضوع ده كله، لا مبالاة احسن حاجة. وعندك كمان يا برج الدلو، كان في عندك قضية او حاجة، كان في مشكلة او حاجة هتتفك ان شاء الله في اول برضه في نص 8 ان شاء الله. هيجيلك اخبار سعيدة هتفرحك من ناحية القضية دي ان شاء الله، دايما بتظهر لك يا برج الدلو. بس انا عايزة اسأل حاجة بقى يا برج الدلو، انت عندك شفت دي في القاعة اهوت، في قاع الفنجان عندك دي ايه؟ دي انت مضغوط، شفت عامل ازاي؟ شفت وشك عامل ازاي؟ مضغوط، مش شايف، حاسس ان انت واقع على وشك، مش قادر. الفترة ديت في حاجة كانت محطماك الفترة اللي فاتت، مش قادر تقوم. فكر كتير يا برج الدلو، شوف دماغك مفكر كتير، مشاكل مشاكل، كل ما تطلع من مشكلة تخش في مشكلة. بس نصيحة مني يا برج الدلو، كبر دماغك. في مشاكل انا عارفة اللي في مشاكل، بس المشاكل اكترها من ناحية ايه؟ ان هي قلة الرزق طبعا، والشريك الحمد لله دايما هو اللي محطمك، مش جدع كده من اللي هو النوع اللي هو يخاف وقلبه حامي كده يخاف على مصلحته، لا لا لا، خايب، الناس كلها ضحك عليه. بس خلي بالك يا برج الدلو، بس انت ان شاء الله الطاقه دي ربنا ان شاء الله ان شاء الله هينصرك باذن الله، باذن الله. كل الحمد لله هم بكيدوا وكيدون، والله يوم الله ايه خير الكيد، يعني ان شاء الله هم عالم، مش يعني كل اللي بكيدوا ليك يا برج الدلو ربنا يجعل كيدهم في نحرهم باذن الله ان شاء الله. بس انت خلي بالك من نفسك يا برج الدلو، امانه، خلي بالك من صحتك، لان صحتك كل مدى مش عجباني، مش عجباني خالص يا برج الدلو، تمام. وخلي بالك من انا عارفه اللي دايما تعب في المفاصل وفي ظهرك، بالذات عند الفقرات رقبتك كده وبرجليك، تحس ان انت رجليك مش قادر تضغط عليها، بالذات طلوع السلالم. بس ان شاء الله ربنا اهم حاجه خلي بالك بس من صحتك، وتغذى كويس يا برج الدلو، وان شاء الله يبقى خير باذن الله. وريح اعصابك، ان اعصابك تعبانه الفتره دي. وكده خلص الفيديو معانا، بالله عليكم ما تنسوش بقى في اللايك، عشان اللايكات بترفع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.